الموقف ده من المواقف اللي يعني ساعات بنشوفها ويمكن ما بنعلقش عليها او بنتضايق وبنمشي. كنت بشتري حاجة وبعدين لقيت أحد العملاء بيتخانق بشكل جامد مع الموظفة اللي باعت له المنتج، وبيقول إن هو رجع ما لقاهوش بالمواصفات اللي هو كان عاوزها، وكان منفعل جدا لدرجة يعني بصراحة كان الوضع في نوع من أنواع الإهانة، وأنا كنت مستاء، بس يعني شفت الموضوع مش هقدر أتدخل أو مش من حقي أصلا إن أتدخل، فمشيت. المهم بعديها بشويه انا كمان تعرضت للموقف دوت، اشتريت حاجه يعني باور سبلاي، وبعدين بعد ما روحت ولسه هشغله لقيته مش راكب مع المواصفات، فانا كنت هتجنن. المشوار بعيد وكنت محتاج ان انا اشغله ضروري جدا، وحاجات كتير جدا خلتني يعني لو الموظف ده قصير دلوقتي كنت هاكله، ويعني هعمل فيه يمكن مش مهم هعمل فيه ايه، المهم اكيد كنت هبقى منفعل لانه باع لي حاجه وانا مش هي المواصفات اللي انا عاوزها، مع العلم ان انا سالته هل ده المواصفه اللي انا عاوزها واكد لي. استرجعت الموقف اللي شفته قصادي وقلت ان اكيد ده بيبقى شيء مهين ومؤذي يعني للطرف الاخر. فخليني احكي لكم بقى ايه اللي حصل بالظبط معايا. انا رحت يعني الموظف الاول قلت له والله انا عاوز الباور سبلاي ده عشان الجهاز الفلاني، فقال لي طيب هات لي المواصفات اللي انت عاوزها. قلت له هو مش الجهاز ده ليه باور سبلاي واحد؟ فبصراحه يعني عمل حاجه ساعتها انا اتضايقت منه، لكن اكتشفت ان هو كان صح. راح مطلع الموبايل وقعد يبص وكده وكذا كده، وبعدين قال لي لا انا عشان اديلك لازم تقولي بالظبط المواصفات الخاصه بالمحول ده عشان اقدر اديهولك بالشكل الصحيح. فانا كنت مستعجل، وبعدين يعني كنت مقتنع ان هو الباور سبلاي ده للجهاز هو واحد، فرحت سايبه وراح لموظف تاني. فالموظف تاني قال لي ايه انت عاوز ايه؟ قلت له عاوز كذا 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 كذا، فراح فاتح الدور ومطلعهولي. كنت مبسوط جدا جدا من الموظف دوت، وقلت يعني رائع، وقعدت اقول ان الموظف التاني مش عارف شغله ومش عارف وحاجه زي كده، وكان نفسي ساعتها اروح اقول له كلمتين، بس بصراحه كنت مستعجل. رحت واخد الباور سبلاي ورحت مروح مشوار بقى طويل جدا، وروحت بالليل اشتغل لقيت ان مش هو ده اللي المفروض ان انا استعمله. فقعدت افتكر ان لا ده الموظف الاولاني هو اللي كان على حق. فاعمل ايه بقى؟ اضطريت ان انا ارجع تاني مشوار طويل جدا، واروح عشان ارجع اخد المواصفات اللي انا عاوزها بشكل صحيح. ليه بقول لحضراتكم الموضوع ده؟ لان احنا عادة هي طبيعة بشرية كده، لما بتعرض لمشكلة بدور على ان انا ارمي العيب على مين. يعني منطقي ان انا اقول الموظف اخطأ. لو الموظف اخطأ ففعلا المفروض ان هو يعني خلاص يعاقب على الخطأ اللي اخطأ وهو اللي يتحمل المسؤولية. لكن الموضوع بقى مش ان الموظف اخطأ، الموضوع ان انا في البداية اللي اخطأت، واللي ما سمعتش كلام الموظف الاولاني اللي ما كانش عاجبني خالص، ان هو ليه بيسالني وليه يعطلني وليه حاجه زي كده اهوت. فروحت للتاني اللذيذ الجميل اللي فتح الدرج وطلع لي اللي انا عاوزه، كنت مبسوط منه جدا. وقعدت اقول الاولاني هو اللي وحش وحاجه زي كده اهوت لما رجعت بقى لقيت ان لا، هو الغلط كان غلطتي انا من البدايه. فهل المفروض ان انا اصب غضبي على حد احمله مسؤوليه غلطي انا؟ وهل ده يستدعي ان انا ممكن اهين موظف على انه هو قام بشغل مش مظبوط؟ ولا لا، اشوف عمق المشكله فين ومين سببها ومين المسؤول عنها واتعامل معاه حتى لو كنت انا؟ بس هو يعني كده النفس البشريه مش دايما بتحب ان هي اللي تبقى غلطانه طالما في حد تاني هيشيل الليله. فكان سهل ان انا اقول هو ده، وفعلا انا عملت كده، بس لا، انا الغلطان. فقبل ما ننفعل ونلقي بالمسؤولية على أي طرف آخر في المشكلة اللي أنا فيها، خلينا نكون حكماء بس. وأنا عارف إن ساعة المشكلة بيبقى خلاص يعني مش عاوزين نفكر، إحنا عاوزين نحل بس. عشان نعطي كل ذي حق حقه، إذا كنت أنا اللي أخطأت فمش المفروض إن أنا أحمل مسؤولية غيري خطأي. حبيت اشارككم الموقف ده لان حقيقي بشوفه كتير، وافتكرت بقى لربما تكون يعني الموظفه ما اخطأتش وكان خطأ العميل، لربما يكون ناس كتير بنشوفهم بيتخانقوا وبيتجادلوا مع بعض وما يكونش من يعني يلقى عليه اللوم هو اللي اخطأ. المهم ان احنا يعني
نتريث. حلوه قوي اللغه العربيه، عشان بس انا لسه متاثر بفيديو اللغه العربيه. اهلا بحضراتكم، ان شاء الله نلتقي في موقف اخر، يا رب بس ما يكونش في مشاكل.